شوفوا يا اخوان، مشان اغنية بني أمية اصلهم ذهب. شوفوا العقلية، هاي بيجوا بيتهمونا فيها، نحن بيتهمونا فيها. فشوفوا عقلية الشخص المقابل المخالف مشان اغنية. شوفوا شو بده يعمل ماجد. تفضل. عجب وين الطيران؟ شو ما استهدفك؟ ايش عجب؟ يستهدف منه؟ ما استهدفك الطيران؟ ايش عجبك؟ ليش يستهدفني الطيران؟ شو مساوي يعني؟ لا انا يعني متعجب متفاجئ، انت تقول بسوريا، اقول ايش عجب ما مستهدفك الطيران حد الان؟ ليش يستهدف؟ شو مساوي انا حتى يستهدفني؟ مسوي يعني هذا كله شوف والله العلي العظيم، شوف انا ارد ادز لك دعوه للعراق، لان العراقيين الشيعه وخاصه الحشد يحبونك. جد؟ نموت عليك. انت تدري لو دخلت العراق يا استاذ ماجد، اول ما اتلقاك انا بالمطار ما تنساها طول عمرك. ايش محاضنه. يعني جدكم طبعا ابو لؤلؤه، لا حسن ضيافه ولا تستقبلون، جدكم ابو لؤلؤه، شو بده يطلع منك مثلا؟ والله راح اتكلم كلمه بس اتمنى لازم انا طبعا نفتخر بهذا المسمى اللي سميتنا به، طبعا مو عبالك ما افتخر فيه، مثل ما انت تفتخر استاذك العزيز تفتخر ببني اميه، وهذا الشيء يخصك ما يخصني. الله العلي العظيم يا ماجد، وهاي تصريح على البث، مستعده هيئه الحشد الشعبي وهاي على لساني يعطون على شيك بياض على شيك بياض مبلغ مفتوح بعد. الله اكبر. والله والحسين الشهيد اذا انقذت يا ماجد، والحسين الشهيد، وهذا وعد مني، والحسين الشهيد نعطي مبلغ $10,000 للي يعني يجوا يحكوا لنا نحن رقم 11. حفيد ايه. ركز معي. نسال الله عز وجل انه نكون باذن الله عز وجل يكتبنا من الشهداء ان شاء الله تعالى. اي سؤال، انت عندك اسمى، يعني اسمى خوفك هو الموت مثلا؟ لا بس تعرف يعني اسمع لي، انت مبالك صار بسوريا 14 سنه، ما ظل نوع قصف ما شفناه، نوع هاونات، وما ظل شيء ما شفناه. انت مبالك هذا الشيء يعني ياثر علينا ولا ياثر على معنوياتنا ولا على نفسيتنا ولا يخلينا نخاف مثلا؟ برافو عليك، لان انت الان رجل اعلامي. اسمع علي، نحن احفاد الكرار، احفاد سيدنا علي، نحن اهل الشجاعه، عرفت شلون؟ انت واحفاد ابو لؤلؤه.